رسمياً الغاني سيرج إريكا زيزي لاعباً في صفوف الرجاء الرياضي. تعاقد فريق الرجاء الرياضي عشية يومه الجمعة مع اللاعب الإيفواري سيرج إريك زيزي قادماً من نادي أشانتي كوتوكو الغاني. وحسب مصدر خاص فسيرج إريك زيزي وقع قبل لحظات عقد انضمامه إلى فريق الرجاء لمدة 3 مواسم، ويعتبر اللاعب الإيفواري المذكور والذي يشغل مركز وسط الميدان هو أولى صفقات فريق الرجاء الرياضي الرسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتسعى إدارة الرجاء إلى تعزيز التركيبة البشرية للفريق، خصوصاً بعد تتويجه بلقب البطولة والمشاركة القارية في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم. يذكر أن الرجاء قام بموسم استثنائي حيث أنه لم يتلقى أي خسارة خلال 30 مباراة، وهو ما يعتبر رقماً غير مسبوق. أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم السبت تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول خلفاً للمدرب الحسين عموتة. وسيكون السلامي أمام تحدي قيادة النشامة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتباراً من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية. وسيقدم الاتحاد المدرب الجديد للنشامة رسمياً قبل نهاية الشهر الحالي. وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي، ومدرب الحراس أحمد مهمدينة، ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش، ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي. ومن أبرز إنجازات المدرب المغربي لقب بطولة أفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، بالإضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي 3 مرات. حدد جهاز العصبة الاحترافية الثلاثاء المقبل موعداً لتسليم نادي الرجاء البيضاوي لقب الدوري المغربي للمحترفين على ملعب أكادير، وسيتم تسليم الرجاء البيضاوي درع الدوري المحلي بعد نهاية مباراته أمام نظيره مولودية وجدة في إطار النصف النهائي بطولة كأس العرش، بجانب ميداليات البطل مع شيك مالي بقيمة 300 ألف دولار. وتوج الرجاء البيضاوي مع مدربه الألماني جوزيف زينباور بلقب الدوري المغربي للمحترفين لموسم 2023-2024 بعدما تصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الجيش الملكي.